ليفربول في فترة من الفترات هذا الموسم وصل لفارق مريح في الصدارة، وكلنا اعتقدنا انهم في طريقهم للتتويج باللقب ليعلنوا عن نهاية رومانسية شاعرية مع كلوب. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. ليفربول هذا الموسم وصل للصدارة أكثر من مرة، كنهاية فيها الفريق بيعادل مانشستر يونايتد في عدد الألقاب بالدوري الإنجليزي، ويخرج كلوب كفارس ليفربول في تلك اللحظة. جميع اللاعبين يقاتلون من أجل كلوب في موسمه الأخير، لكن حصل تراجع غريب في ليفربول في الأيام الأخيرة، نتائج سيئة في كل البطولات. في وقت ما كانت جماهير ليفربول بتتكلم على الرباعية بعد الفوز بكأس الرابطة، حصل عكس المتوقع. الفريق خرج أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي، وخرج أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد، وضيع الدوري على نفسه بإيده. ليه خسر الفريق كل شيء فجأة؟ وليه بعد ما كنا شايفينه فوق في آخر 5 أو 4 مباريات تراجع؟ السبب الأول واضح جدا، وهو إعلان رحيل يورجن كلوب. قبل شوية قلت لكم ليفربول بيقاتل من أجل نهاية سعيدة ليورجن كلوب، ولكن مع أول نتيجة سلبية تحول إلى ضغط عكسي للاعبين، تحول إلى شعور بخيبة الظن إلى جماهيرهم وإلى يورجن كلوب. أصبحوا يشعروا فعليا أنهم خذلوا هذا الرجل، إضافة أن في ضغط رهيب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من الأرسنال والسيتي، فرق مش بتوقف تحقيق الانتصارات، والأرسنال بيفوز ب4 و5، ومانشستر سيتي يفوق ويستعيد قوته. يعني ضغط على ليفربول من الداخل والخارج خلى معظم اللاعبين صعب انهم يتحملوا كل ده. كان المفروض على إدارة ليفربول عدم إعلان رحيل كلوب، لأن خلى اللعيبة تشتت انتباهها وتركيزها. شيء غريب واضح، المفروض فريق بحجم ليفربول ما تعديش عليه حاجة زي كده. عشان كده خرج من المنافسة في الدوري الإنجليزي، وكمان خرج في الدوري الأوروبي، وكمان خرج في كأس الاتحاد. السبب الثاني بيتعلق بمانشستر يونايتد اللي عطلهم في الدوري وكمان غلبهم في كأس الاتحاد. وبعد هذه المباراة تغير كل شيء فعليا في ليفربول، وأصبح في أزمة عدم الثقة في اللعيبة، وما كانش في مباراة سهلة بعديها. صح، فاز في أول مباراتين على بيرتون وشفيلد ولكن بصعوبة، ثم بدأت النتائج السلبية وبدأ التوتر يظهر على صلاح، وكمان عدم مشاركته كأساسي، ودي كمان كانت غلطة من كلوب. ليفربول هو صلاح، ازاي تقعدوا دكة وتنزلوا في آخر ربع ساعة؟ صلاح وكلوب أول مرة نشوفهم مختلفين. كان دايما كلوب بيشكر في صلاح، كان دايما باقي عليه في ليفربول ومنعه انه يروح السعودية، بس اللي شفناه ده طبيعي بعد خسران كل شيء، وكمان بعد التعادل يعدم أحلام الدوري الإنجليزي على ليفربول. السبب الثالث عدم وجود قائد حقيقي في ليفربول بعد رحيل هيدرسون وميلينار. فان دايك كان المفروض يكون القائد، لكن فان دايك ظهر في أكتر من تصريح بينتقد زمايله في الفريق، وكأنه ما اكتسبش خبرة القائد في الأوقات الصعبة. ومحمد صلاح هو فعلا قائد أيضا للفريق، بس الجميع يعلم أن صلاح عقله في الدوري السعودي، وأن كلوب اللي قنعه وخلاه باقي في ليفربول. غياب القائد هو سبب ظهور المشاكل في الفريق، وكمان دور القائد يعطي ثقة للعيبة، وده ما كانش موجود. والسبب الواضح والأهم ضييع الفرص في المباريات اللي تعادلوا وخسروا فيها مؤخرا، والإحصائيات بتأكد ذلك. حتى في مباراة أتلانتا دياز ضيع فرصة ما تضيعش، ولو سجلها لكانت تغيرت النتيجة تماما. والفرص الضائعة أمام كريستيال بالاس، الجميع يتذكر فرصة جوتا وكمان يونيز، وكمان تضييع الفرص امام ايفرتون. هو من الطبيعي ان اللعيبه تضيع الفرص، بس مش من الطبيعي تضيع الفرص بهذه الكميه في الاوقات الصعبه والحاسمه، عكس لاعيبه الارسنال والسيتي بيستغلوا كل فرصه وبيحولوها في الشباك. يعني لولا الفرص الضيعه حسب الاهداف المتوقعه، ليفربول كان لازم يهزم كريستال بالاس ويتعادل مع ايفرتون ويهزم مانشستر يونايتد. يعني كان لازم ليفربول يكون مع 6 نقاط اضافيه، ولو هذه الفرص الضائعه سجلت لكان ليفربول في الصدارة. إذا ببساطة مشكلة ليفربول كان في دافع سلبي برحيل يورجن كلوب. المدرب الألماني بلا شك رجع الدوري الإنجليزي لليفربول بعد غياب طويل، وفاز بكأس العالم للأندية، وكمان بطولة أبطال أوروبا بعد ليفربول ما كان بعيد عن الجوائز والبطولات بعد تاريخه العظيم، وجعل له حاضر كمان. ولكن لم تكتمل القصة بختام جميل، وكانت نهاية المسلسل محزنة على كل الجماهير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.